مساء الفل. احنا حاليا شغالين في بند الجيبسون بورد. هنا احنا معانا ترابيزه السفره موجوده معانا في التربيعه دي في النص هنا. لفينا بيت نور بيضاوي بكيرف تمام على نفس اتجاه ترابيزه السفره، وموجود معانا كمان النجفه على نفس اتجاه برضه ترابيزه السفره معانا. ده بالنسبه للجزئيه دي. وبالنسبه عندي هنا ادي الكهرباء وادي الدش والنت بتاع الشاشه، وبرضه مؤسسينها فوق في السقف عشان لو الكلاينت حابب ان احنا نعملها على الارض يبقى متاسس لها من دلوقتي، او في السقف يبقى متاسس لها دلوقتي برضه. وفي سنترنا على طول كده مسنطرين للركنيه للقعده. يعني انا عندي هنا ورا الجيبسون بورد ادي البريزه بابليك وادي البريزه بالابليك. بمناسبه الجيبسون بورد احنا المواصفه بتاعتنا دايما في الجيبسون بورد لازم اللوح الجيبسون بورد يبقى الكناوف الاصلي. مهم جدا طبعا الاخضر والاحمر للمطبخ وللحمام، ومهم طبعا يبقى الصاج 4/10 اقل من كده لا، ده مهم جدا. ولازم طبعا التثبيت يبقى بتيش واكمل. هنا بيت النور ده اللف زي ما موجود كده اهو تمام، والباقي السقف معانا هات كده السقف معانا كل ده كده هيبقى فلات تمام. اشتغلنا للغرف. تعالى كده هندسه. اشتغلنا هنا للغرف. ادي غرفه الدكتوره الاولى معانا في الجزئيه دي. كل ده اتعمل فلات زي ما حضراتكم شايفين، واتعمل هنا برضو التربيعه بتاعه بيت النور تربيعه بيضاوي متسنطره بالظبط. معانا هنا النجفه زي ما هي واضحه معانا بالشكل ده. وهنا طبعا بيت الستاره وبيت النور موجود معايا في الجزئيه دي. هنا كده بيت الستاره وبيت النور، وهيكمل معايا كده لحد تحت بيت الستاره ببيت النور. والجزئيه دي هتتقفل معايا برضو جبس، وهتتعمل ارفف ديكور موجوده في الظهر بتاع السرير. يعني قيمه الظهر بتاعت السرير موجوده معايا. الجزئيه دي هتتقفل معايا عشان هنا في عمود، فاحنا واجهتنا مشكله كباشمهندس ديكور واقف في المكان ولقيت مشكله لازم ان انت تحلها. احلها ازاي؟ انا عندي هنا ده عمود وده ظهريه السرير معايا بالشكل ده، مقاسسين ادي كمود يمين وكمود شمال. عندي الجزئيه دي في الجنب ده كده زي ما حضراتكم شايفين الركبه بتاعه العمود. فاحنا هنجلد الكلام ده كله بالظهريه بتاعه السرير بالجيبسون بورد، وهنعمل ارفف معانا هنا على الارتفاع 1.20 متر. ليه؟ علشان الظهريه بتاعه السرير معانا ما تعكسش معانا الرف الديكور اللي احنا هنعمله، وهنعمله بليد وبإناره. ده بالنسبه للجنب ده. وبالنسبه لهنا ده الشباك البانوراما معانا كله. هي ادي اهو واخدين بيت الستاره مع بيت النور، ونازلين كده برضه ببيت الستاره واخدين الليد اللي رامي على الستاره اللي موجوده. والجنب ده اللي هيتقفل وهيتعمل ارفف ديكور هيبقى شكلها تحفه وحلو جدا. وخليكم فاكرين الفيديو ده بالوقفه دي لان هصور في التشطيب ان شاء الله. وهنا برضه معانا مؤسسين للكهرباء بتاعه الكومود، بس الكهرباء داخله لجوه عشان قلنا ده عمود. فاحنا هناخد علبه كده ونقفلها ويتاسس ليها الكهرباء. ناخد الكهرباء بتاعتنا بره ويبقى معانا الكومود اهو يمين وكومود شمال، وادي السرير معانا في الجزئيه دي. وال60 سم اللي مكتوبه بتاعت الجزئيه دي بتاعت الدولاب معايا بالشكل ده. تعال لف كده يا باشمهندس. هنا الجيبسون بورد اتعمل طبعا كل ده كده فلات. خدنا قيمه ال60 بتاعت الدولاب، وبعد كده قيمه ال40 بتاعت بيت النور، وادي بيت النور البيضاوي زي ما حضراتكم شايفين معانا بالشكل ده. الله ينور عليك تمام. وطبعا الفلات اهو هيكمل معايا بقى الريسبشن فلات. وبعديها هندخل على الغرفه الثانيه. الغرفه الثانيه زي ما حضراتكم شايفين برضو. خليكم فاكرين الغرفه بشكلها بتصميماتها عشان في التشطيب ان شاء الله تشوفوها عامله ازاي واحنا بنوصل الموقع معانا لايه. الموقع احنا لما بنستلمه بيبقى شيء وبنخليه شيء تاني خالص. هنا ادي الشباك عملنا بيت الستاره وبيت النور بالليد اللي رامي على الستاره، ولازم يتعمل حسابها من دلوقتي. وفي حاجه كمان، الستاره هتتعمل 3 طبقه ولا 2 طبقه ولا الويفي؟ لان لو الويفي ما ينفعش بيت النور يبقى كابس عليها، هتلاقي كبس على القماشه. التفاصيل دي هي اللي بتفرق ما بين المهندس الشاطر والمهندس اللي اي كلام. هنا عندنا اهو، وطبعا الخبره اكيد يعني. هنا عندنا بيت النور داير لف البيضاوي برضو معانا بالشكل ده بالجزئيه دي. وطبعا الليد اللي هيبقى مرمي هنا رامي على المصيص في السقف اللي احنا عاملينه، وادي النجفه اللي هتبقى موجوده في الجزئيه دي. وهنا طبعا الصاج بتاعنا، الصاج ال4/10 اللي احنا بنشتغل بيه معانا في كل المواقع. ما بجيبش وما بوردش صاج اقل من كده. تعالى يا باشمهندس تمام. ده بالنسبه للغرفه الثانيه. وبعد كده الغرفه الثالثه معانا.
الغرفه الثالثه معانا بالشكل ده. انا عندي المطبخ طبعا امريكان، هيبقى فلات مع الطرقه. وادي عندي غرفه النوم الماستر معانا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ادي الجزئيه بتاعه الدولاب معايا بالشكل ده، ال60 الفلات. وادي عندي بيت النور، وادي عندي السرير، كومود يمين كومود شمال، السرير في سنتر على طول الشاشه. وادي عندي النجفه اللي نازله من السنتر. وادي عندي هنا الشباك. وادي عندي قيمه بيت الستاره واخدينه معانا، وبيت النور الليد اللي رامي على الستاره بيدي مود سينمائي تحفه جدا وحلو جدا. هنا ده بالنسبه لبيت الستاره. وادي بيت النور اللي معمول في الجيبسون بورد. دي الاعمال بتاعتنا اللي احنا اشتغلناها في الموقع، وشغالين برضه باذن الله برضه الحمامات والمطابخ. لما نشتغل حوايط السيراميك معانا، يعني اخلص الحوايط بتاعتنا السيراميك معانا او البورسلين، ابقى انزل بعد كده بالجيبسون بورد عشان ما تعملش معايا علاقه بين السيراميك وبين الجيبسون بورد ويبقى شكلها وحش، لان بيبقى فيها نص سنتي او سنتي بيبقى شكلها وحش خالص. لكن لما اشتغل السيراميك وبعد كده اروح نازل عليه بالجيبسون بورد، انا داريت العلاقه دي كلها، والوش بقى نظيف جدا جدا. تمام، عدينا كده. دي الاعمال اللي شغالين فيها في موقع مصر الجديده، شغالين في بند الجيبسون بورد. دي الاعمال اللي تم معايا في الموقع، هي مطابعه اعمال. والله ينور عليك يا معلم. ده بالنسبه للجيبسون بورد. وبالنسبه برضه للشاشه ببيت النور بتاعنا اللي هيبقى عند الشاشه هنا. كان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي من شركه ديكوريتيف. شكرا.